السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، منورين الدنيا ومنورين حياتي. عايزين نظبط تصوير. تعالوا نصلي على النبي. هقول لكم على مفاجأتين النهارده حلوين، تمام؟ بس قبل ما نعمل اي حاجه نصلي على النبي. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعه بكم بذكر النبي، وعطروا بكم بذكر النبي، لان حبايبي مفيش احلى من الصلاه على النبي. فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمكم يا رب بكل الخير ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. في حاجه حلوه كده حصلت على اليوتيوب، تمام؟ حاجه جميله بجد مفرحانه قوي. الناس كلها اللي شغاله في موضوع فيديوهات هتعرفها وتفرح ليها. معرفش بقى الناس كلها حصلت معاها ولا ناس معينه ولا ايه، مش عارفه. بس انا كنت سمعت عليها ايه من زمان، ففوجئت قيمه يومين ثلاثه كده جاتني رساله ان الشورتز يا جماعه اللي هي الفيديوهات القصيره، تمام، هتبقى 3 دقايق. طبعا كلنا كنا عارفين ان هي ايه، دقيقه واحده. لو زدت عن دقيقه بثانيه ما بيقبلهاش، بتتحول لايه، لفيديوهات عاديه. حلو الكلام، حلو الكلام. بجد فرحت قوي قوي قوي، بجد بجد يعني بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين الشوط الزاوية يا جماعه بيجيب ما شاء الله يعني مشاهدات جميله حلوه عن اي فيديوهات تانية. الناس اللي لسه ما اتفعلتش يعني، تمام؟ مش بتكلم عن الناس اللي اتفعلت ما شاء الله، ربنا يزيدهم يا رب. احنا لسه قناتي ايه، ما اتفعلتش، تمام يا حبايبي؟ بس بسم الله ما شاء الله عليا، بسم الله ما شاء الله عليا. انا فرحانه باللي انا عملته، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المهم بجد فرحت بجد. فقلت بقى ايه، اكتر فيديوهات ان شاء الله هصورها لكم بالطول كده، لان ايه دلوقتي ما شاء الله بتعوزي بتبقى 3 دقايق. كانت الاول دقيقه واحده كده، ما كانتش قد كده، فاهمين يعني ايه؟ بعد بقى تقسمي الفيديو على كذا دقيقه ومش عارفه ايه. فانا قلت ايه، قلت لا، فرحت بجد. بقى عاملين ايه، حبه سمك حلوين قوي قوي قوي. بقى لي فتره بجد عملت السمك اللي تملي ودايما عليه اختلاف. سمك ايه، سمك الارانب. حبه رز الصياديه، قمر، عسل. اللهم صل على النبي. كله يقول لك الله اكبر، لا قدر الله سمك مسمم، سمك مش عارفه ايه. انا مش بقول ما فيش سمك مسمم، في سمك مسمم من الارانب، بس مش النوع الحمد لله ان احنا بنجيبه. ليه بقى؟ لان عندنا الصيادين ربنا يبارك لهم يا رب، اول ما بيلاقوا السمكه اللي لها لون مختلف. هي بصوا بتبقى عامله ايه، بتبقى غامقه عن السمك العادي، تمام؟ ولها لون مختلف خالص، عامله زي الايه، جلد النمر كده، بقع غامقه وبقع فاتحه ومش عارفه ايه والكلام ده. هي واخده الشكل سمك الارنب، بس مش لا قدر الله الله اكبر اللي هي المسمى. يا جماعه ايه بتوع اسماعيليه وفايد والسواحل